السلام عليكم حبايبي. هنعمل النهارده محشي بتنجان وكوسه وفلفل مع بواقي اكل من قبل كده. خليكم معايا وشوفوا الوصفه معايا. بصوا يا حبايبي، احنا هنعمل الكوسه دلوقتي. هنقور الكوسه والبتنجان والفلفل عشان خاطر نبتدي نحضر الغدا، واوريكم انا بقورها ازاي. يعني انا معايا المقوار، طبعا كل واحده عارفه ان الكوسه بتتقور ازاي يعني، بس يعني اهو بنتكلم مع بعض. فانا معايا المقوار بتاعي ده صغير، ما بيوصلش للاخر، يعني باجي بقور بيه كده. بص ما بيوصلش للاخر، شايفين؟ فانا بعمل ايه؟ اروح جايبه السكينه اللي هي بتاعه الاكل، اروح عامله بيها، فبتشيل لي الحاجه كلها من جوه خالص، بقت كده معانا. باجي بخلي شكلها حلو من بره، بحيث ان هي لما بتيجي بنرصها في السرفيس بتاعها بتدي شكل حلو. بجيبها كده بالمقار، يبقى الشكل ده. الفلفل طبعا بنعمله كده، ندخل صباعنا كده ونشد بالراحه كده. قورناه بردك بنفس الشكل. انا كان عندي بواقي اكل من امبارح، فقلت ان انا اعمل جنبيهم حله محشي صغيره، بتنجان وكوسه وفلفل. هنعمله مع بعض نحشيه. هنعمل الكوسه باللحمه المفرومه، انا كان عندي الخلطه متبقيه من قبل كده، فهنحشي الكوسه باللحمه المفرومه والبتنجان والفلفل بالرز العادي. قلب الرز باللحمه المفرومه. طبعا انتوا عارفين خلطه المحشي بتتعمل ازاي. يعني حطيت حته لحمه مفرومه على شويه رز بالخلطه، وحطيت عليهم شويه ملح، لان الكوسه بتاخد ملح زياده عشان طبعا بتنزل ميه كتير والكلام ده. قلبناها كده، دي كده رز بلحمه مفرومه. يلا هنحشي بالكوسه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، ده كده انا خلصته حشيته. باجي في الاخر بقطع عليه فص ثوم وطماطمايه صغيره، اقطعها بالمنظر ده كده. كده ده الشكل النهائي بتاعه. لما يستوي اوريكم الطبق النهائي. بصوا يا جماعه، احنا هنبتدي نعمل الشوربه محشي. دي شوربه كانت عندي، هنغليها نعلق على المحشي بتاعنا. هنحط الشوربه دلوقتي غليت، هنحطها على المحشي. لو احتاجنا تاني نبقى نضيف يعني. نشغل على النار. عندي بواقي بردك من الشوربه لسه، خليها تغلي على النار، وهنعمل عليها شويه لسان عصفور. معانا معلقه سمنه. انا عندي حاجه صغيره كده بحطها قبل ما بحمر لسان العصفور. معايا فص ثوم بقطعه قطع صغيره كده، بحمر بسيط جدا، وبحط معاه نقطه كزبره ناشفه، بقلبه حاجه بسيطه كده، واروح ضايفه لسان عصفور. هنا لسان عصفور بتحمر حاجه بسيطه. الشوربه عندي غليت، بحط عليها لسان عصفور. هكون مقطعه معايا بصلايه قطع صغيره كده، وبحطها مع الشوربه. هنا الشوربه بتغلي تستوي ان شاء الله تطلع حلوه. بصوا هنا يا حبايبي، انا عملت سلطه وعليها زيتون اسود وحمص. السلطه دي بتبقى في طعم حلو قوي، ومعموله بزيت الزيتون والثوم. لو انتوا حبيتوا طريقه اكتبوا لي في الكومنتات واقولها لكم. هنا المحشي بعد ما استوى ده شكله. دي يا جماعه كده ده الشكل النهائي لطبقنا النهارده. والله ده كل ده بواقي اكل من امبارح، هو ده الطبق بتاع النهارده. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الاكله، عايزيني اعمل لكم اي حاجه او وصفه تكتبوا لي في الكومنتات. سلام عليكم.